راجل شاف دودة جوه تفاحة صاحبه، على طول قاله، لكن صاحبه استغرب وقال مستحيل تفاحة طازة يبقى فيها دودة. وأول ما صاحبه عض التفاحة لقى الدودة جوه، ما كانش مصدق، فسأله بدهشة إزاي عرفت إن في دودة جوه؟ لما الراجل فتح عينيه تاني اكتشف إنه خد قدرة بصيرة وبص حواليه لقى برطمان وقدر يعرف إنه قيمته $1,000,000. سأل صاحبه البرطمان ده تمنه كام؟ صاحبه قال له إنه اشتراه $100 وقال له خده مني ب50. الراجل طلع $100 على طول واداها له. صاحبه اتفاجئ وسأله ليه عايز البرطمان؟ لكنه بس ابتسم ومشي. تاني يوم فتح محل تحف على الطريق. بنت غنية شافت البرطمان واتبهرت وقالت شكله قديم جدا. فجأة ظهر واحد مسك البرطمان وقال إنه بتاعه من دلوقتي. الراجل وقف بغضب ووبخه. الراجل قال ده برطمان ملوش لازمة، لكن البنت على طول قالت إنها هتشتريه ب1,000,000. الكل ما كانش مصدق. الراجل سلمها البرطمان والبنت نظفته وظهر شكله الأصلي، واللي كانوا موجودين أدركوا إنه تحفة غالية جدا. بعدها الراجل حضر حفلة عيد ميلاد جرس المدرسة. شاب غني عرف إن الراجل فتح محل تحف فحب يحرجه قدام الناس. طلع موقد وسأله يقيمه. الراجل حس إن الموقد ده عمره على الأقل 1000 سنة، ولما قال كده الشاب الغني بدأ يضحك عليه وحتى زمايله ما صدقوش. الشاب الغني سأله لو يقدر يشتري الموقد ب50,000 دولار. الراجل وافق من غير تردد. جرس المدرسة نصحه ما يتهورش، لكن الراجل أصر وطلع موبايله وحول الفلوس. الشاب الغني سلمه الموقد وقعد يضحك بصوت عالي وقال إنه أصله شاريه تقليد ب2 بس. الراجل ما ردش واكتفى برشفة من الكاس. في اللحظة دي أبو جرس المدرسة جه والناس لسه بتضحك على الراجل عشان اشترى حاجة مقلدة. الأب مسك الموقد وبدأ يفحصه، وفجأة اكتشف إنه تحفة أثرية غالية جدا، فعرض $10 ملايين عشان يشتريه. الشاب الغني ما كنتش مصدق لما سمع الرقم،